السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا ان مكة المكرمة اعزها الله تم احتلالها من 100 سنة مضت، وتخيل ان الاحتلال ده استقر بيها وعاش فيها وبنى الدور والمصانع والمزارع وعمل فيها حياة مستقرة كاملة. وتخيل بقى ان العالم كله بيدعم الاحتلال ده، وان العالم اللي بيعاون الاحتلال ده كون مجموعة كده من المؤسسات وسماها باسماء براقة وخداعة، زي مثلا الامم المتحدة ومجلس الامن ومحكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الانسان وهذه المسميات. وتخيل ان العالم ده على نفس دين وعقيدة الاحتلال في مكة، واعترف بهذا الاحتلال واعتبروا دولة ذات سيادة وعلم ونشيد وجيش وشعب. نسأل الله ان يعز مكة والمدينة وبلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. ده مجرد مثال له ما بعده. تخيل بقى معايا ان بعد 100 سنة حصل ان دخل مجموعة من احفاد المحتلين الى ارض المدينة المنورة، وان ساعتها امير المدينة سمح لهم رسميا بالدخول للسياحة. وخد بالك كلمة السياحة دي متعمدة، لان في فرق ما بين استقبال السايح واستقبال رسول من عند العدو او الخصم المنافس، لان في شريعة الاسلام بيمنع ايذاء الرسل ولو كنا في حالة حرب معاهم. وتخيل بقى ان هؤلاء الافراد المحتلين لمكة حسب الافتراض دخلوا المدينة المنورة ورفعوا علم الاحتلال او انشدوا نشيد الاحتلال فيها. وطبعا ما دامت مكة محتلة اذا نحن في حالة حرب معاهم. والسؤال اولا، هل يحق لهم رفع علم بلادهم اثناء الزيارة للمدينة المنورة؟ وهل يحق الحاكم المدينة السماح لهم بالدخول واستفزاز المواطنين المسلمين في المدينة بينما مكة المقدسة محتلة منهم؟ هذا الكلام أو هذا المثال بمناسبة الهوجة الحاصلة من الصهاينة العرب على أسر بعض الأسرى في العملية الأخيرة في غلاف أرضنا المحتلة. ورد أنت على نفسك، هل للمحتل حقوق؟ وهل في فرق كبير ما بين قدسية مكة والمدينة وقدسية الأقصى الشريف؟ وهل في فرق ما بين أرض الشام وأرض الصومال عند المسلم، أم إنها كلها أرض أمة واحدة وجسد واحد؟ هيقول لك احد المتصهينين العرب ان هذه معايير دولية لا يجب ان نخرج عنها. هقول له ومين وضع هذه المعايير الغربية؟ ومين يحكم علينا اصلا اننا نتخذها لنا ثقافة شعبية وقوانين نتعامل بيها؟ طيب تعالوا نضرب لكم مثال بمعايير هذا الغرب حسب فهم الصهيوني العربي. وزير العدل الفرنسي بيهدد بالسجن 7 سنوات لمن يتحدث عن ارضنا المحتلة. فهل بقى ينفع نطبق نحن هذه المعايير على الفرنسي الموجود في بلاد العرب ونسجنه 7 سنوات ان تحدث او دافع عن فرنسا او الاحتلال الفرنسي ل10 دول افريقية؟ وهل نسجن من يدافع عن الاحتلال في ارضنا المقدسة؟ اليست هذه نفس المعايير والمنطق الذي يتبنوه في الغرب ويتبعه ويروج له انصارهم صهاينة العرب؟ وهل تعلم ان اكثر من 50 دولة غربية مسيحية تدعي حرية الرأي والتحضر تبنت نفس الطرح أن من يدافع عن فلسطين فسوف يتم سجنه؟ هل تعاملوهم بنفس المعايير في بلادنا إن تحدثوا ودافعوا عن الاحتلال في أي بلد مسلم؟ وتكملة للحديث عن معايير الغرب نسوق لكم أيضا هذه الصور، وهذه ليست مجرد صورة بل توجه وفكر، بل أكثر من كده كمان. فقد أصبحت هذه الصورة حق من حقوق الإنسان. فهل لي كمسلم أن أتبنى هذه المعايير؟ هذه أيضا معايير الغرب. هل لي أن أطبق هذه المعايير على نفسي وفي بلادي أيها المتصهينون العرب؟ وعلى الجانب الآخر عن العجوز اللي وقعت في أسر المقاومة في الأراضي المحتلة، وهي التي ظهرت بهذا الشكل. انت اشرب لغاد وخلاص. حجي عطلها يا حجي. هاي جندية. حجي لا بتبينوا معي. قبل أي كلام من أي متصهين عربي لازم تعرف ولازم الكل يعرف من هي هذه العجوز. العجوز دي اسمها يافا أدار، عمرها 85 سنة، مواليد 1938. دخلت فلسطين بعد سنة 1948، وبعد أن أصبح الاحتلال أمر واقع حملت يافا أدار السلاح وهي فتاة صغيرة ثم شابة ثم عجوز عندها 85 سنة.
شارك جوزها وأولادها وإخواتها في قتل أهلنا في الأراضي المحتلة، وشاركت معاهم في طرد الأهالي من بيوتهم إلى العراء، وشاركت في قتل من امتنع منهم عن الخروج من بيته وأرضه، وشاركت في سجن الكثير منهم في سجون الاحتلال. كتير قوي ما نزعت أب من أطفاله ورمته في المعتقل بمشاركة جيش العدو. هذه العجوز يافا أدار هي مؤسسة المستوطنات في غلاف غزة. ليس هذا فحسب، بل هي مؤسسة ما يسمى في لغة العدو الكيبوتس، وهو تجمع زراعي تعاوني مهمته سرقة الأراضي الزراعية من أهلها الأصليين، مر بقانون الاحتلال الظالم ومر بالسلاح دون القانون، وإن كان القانون عندهم والسلاح شيء واحد. حفيدتها واسمها نظرة أدار نزلت منشور عنها بتناشد فيه بتخليصها من الأسر، وفيه بتأكد على كلامنا إن جدتها هي التي أسست الكيبوتس أو التجمع الزراعي التعاوني، وأنها آمنت بالصهاينة. فهل للصهاينة حقوق عندكم يا صهاينة العرب؟ وهل لمن طرد أهلنا من أراضيهم الزراعية وبيوتهم حقوق عندكم يا صهاينة العرب؟ لكن تعالوا هنا، ما قولكم في مئات الأسرى من نساء فلسطين في سجون الاحتلال الصهيوني منذ سنوات ودون محاكمة ولا جريمة، وبعضهم مسجونة لأنها فقط رفعت علم فلسطين، علم بلادها، والبعض منهم مسجونات لأنها بتطالب بحقوق الأسرى في سجون الاحتلال. فهل لهؤلاء حقوق عندكم يا صهاينة العرب؟ والخلاصة المهمة بخصوص الأسرى في الإسلام هقول لك: للأسرى كتير من الحقوق في الإسلام، لكن برضو اللي خدهم وأسرهم له برضو حقوق. فهل ننظر لحقوق الأسرى ولا ننظر لحقوق من أسروهم من إخواننا وجنودنا، جنود المقاومة الإسلامية؟ ومن ضمن الحقوق دي أنه يحق للقائد المسلم التصرف في الإبقاء على الأسير أو الإفراج عنه حسب المصلحة العامة للمسلمين. يعني مثلا ممكن تعمل عملية تبادل للأسرى ونخرج نساء الأمة من معتقلات العدو. ولا أنتوا يا صهاينة العرب بتحبوا الإفراج عن الأسيرة الصهيونية مع الإبقاء على نساء الأمة معتقلات في سجن العدو؟ عموما عندكم من البجاحة ما يجعلكم تطالبون بالإفراج عنها دون قيد أو شرط أو حتى مبادلة أسيرة بأسيرة. لكن من حق الأسير أن لا نعذبه ولا نجوعه ولا نهينه دون داعي. لكن أيضا الأسير القاتل الذي رفع السلاح يوما ما ضدنا أو سرق أرضنا وبيوتنا ليس له حق في الإسلام، وقائد المسلمين مفوض في أمره حسب ما تقتضيه المصلحة. وسؤال أخير يا صهاينة العرب: كم أسيرة دخلت سجون الاحتلال وهي شابة وأصبحت اليوم عجوز بعد مرور السنين في المعتقل؟ هل قلوبكم المرهفة دي بتطالب بالإفراج عنهم أيضا، أم أنكم فقط تحبون عجائز الصهاينة دون غيرهم؟ ونختم بكلمة بسيطة: لما الجندي بيكون في ميدان المعركة والمعركة بتكون ساخنة جدا، ومثلا لو كانوا مجموعة مع بعض بيقاتلوا العدو وحصل إن واحد منهم أصيب أو عدد منهم استشهد، يعني لو افترضنا ان مجموعة من 50 فرد اترمى عليهم قنبلة مات منهم 5 شهداء وأصيب 5، فهل يفضل 40 الباقيين مع الشهداء والمصابين بينما العدو يوجه سلاحه ناحيتهم وبعد ثواني قليلة يصبح الجميع قتلى؟ العقل والمنطق والقوانين العسكرية والنفسية بتقول انه يبقى عدد قليل مع الشهداء والجرحى بينما يستمر الباقين في قتال العدو. وهو ده الحاصل اليوم، بعضنا يقاتل وبعضنا شهيد وبعضنا جريح أو مفقود. الحل أن يبقى في جزء من هؤلاء بينما الباقي يستمر في المعركة. لذلك لا وقت للبكاء على الصور والفيديوهات القادمة من فلسطين، وعلينا جميعا الاستمرار في الدعم بكل الممكن، فساهم حسب الاستطاعة. يوجد منظمات لمن يريد التبرع لهم، ويوجد في مصر وغيرها تبرع بالدم يصل إليهم عن طريق نقابة الأطباء في مصر وغيرها. يوجد أيضا الدعم الإعلامي بالكلمة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، كل حسب قدرته. استخدم معرفتك للغات الأخرى وانشر الحقيقة على كل المنصات المختلفة التي يستخدمها العدو الآن في نشر الأكاذيب والتدليس على الناس. أيضا الدعاء
ثم الدعاء ثم الدعاء، فإن كل ما يحدث تحت عرش الله سبحانه وتعالى وتحت سمعه وبصره، ولا شيء يحدث تحت عرشه إلا بعلمه وإذنه، وله حكمة سبحانه من حدوثه منها. إن الله جل وعز يفرز الأمة الآن ليميز بين الحق والباطل وبين الخبيث والطيب. الله سبحانه وتعالى يختار من هذه الأمة شهداء مصداقا لقوله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ويتخذ منكم شهداء أي يكرمكم بالشهادة فيكونوا شهداء على الناس بأعمالهم، أو لأنه مشهود لهم بالجنة، وسمي شهيد لأن أرواحهم احتضرت دار السلام، لأنهم أحياء عند ربهم وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة. فالشهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر للجنة، ولذلك لأن الله اشترى وقد باع الشهيد النفس والثمن بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قال صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من القرحة. وقيل له صلى الله عليه وسلم: وما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه من فتنة. فاللهم اجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. اشف يا رب مرضى المرضى منهم، وداوي يا رب جراحهم، واربط يا ربنا على قلوب ذويهم، اجعل لهم يا ربنا فرجا ومخرجا، زلزل يا ربنا الأرض من تحت أقدام عدوهم، واقذف الرعب في قلوبهم، شتت شملهم، فرق جمعهم، اجعلهم آية وعبرة لمن بعدهم يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.